هل في سر ممكن يحل لنا مشكلة القلق والتوتر؟ هل الناس اللي عندها أعراض جسدية وأعراض نفسية زي ضربات القلب السريعة فجأة وضيق النفس فجأة والإرهاق السريع والتوتر ويقعدوا يفكروا يكبروا المواضيع ويربطوا الأمور ببعضها زيادة وباين عليهم القلق والتوتر، سواء كان عندهم اضطراب توتر أو قلق زي اللي احنا شرحناهم قبل كده، أو سواء ناس عندها أعراض قلق نتيجة ظروف بتمر بيها؟ هل في طرق سحرية ومهمة ممكن تسيطر على القلق؟ في نقول 10 نقط. هنتكلم دلوقتي عن 5 منهم. خلاص. رقم واحد، الشخص المتوتر لازم يسمي مشاعره. انا دلوقتي متوتر نتيجه ظروف بمر بيها، فاقول ان انا متوتر، واقول ان ده بيحصل نتيجه تغيرات جسمانيه بتحصل جوايا. مين المسؤول عن التوتر والقلق؟ منطقه في المخ اسمها اللوزه المخيه. اللوزه المخيه دي حاجه قد عقله الصباع بالظبط، حاجه ما تكملش مثلا 15 مللي في 18 مللي طول وعرضها 10 مللي، حاجه صغيره قوي، ولكن هي متحكمة قوي في مزاجك، في خوفك، في غضبك، في قلقك، متحكمة حتى في تخيلاتك للمستقبل والخوف المسيطر عليك. احنا لو قدرنا نتحكم في اللوزة المخية دي ببعض الحاجات، هنقدر نتحكم بالتالي في التوتر والقلق. رقم واحد، عد معايا، اسمي اللي انا فيه دلوقتي. انا حاسس بقلق وتوتر نتيجة تغيرات في مخي، نتيجة التفكير الزيادة، نتيجة اللي انا بمر بظروف معينة. هتقبل حالتي النفسية، هتقبل وضعي النفسي، ما اقلقش. ليه؟ لان اللوزة المخية دي لما بتنشط بتبدأ تخلي الجسم يخرج كورتيزول بكمية كبيرة، ادرينالين بكمية كبيرة. جسمك دلوقتي في حالة سرعة وقوة شديدة. جسمك عايز يجري، جسمك عايز يهرب، جسمك عايز يرد، جسمك عايز يدافع، جسمك عايز ياخد رد فعل سريع. لو انت ما حكمتوش بطريقه تفكيرك اولا، جسمك هو اللي هيسوقك، جسمك هو اللي هيتحكم فيك، جسمك هو اللي هيحركك. فرقم واحد، اسمي اللي انا فيه دلوقتي عشان اطمن نفسي ان دي حاجه طبيعيه بتحصل مع التوتر والقلق. رقم اتنين، تمارين التنفس. انا عايز اشغل اللي هو الجهاز الباراسمبثاوي، الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، عايز اهدي النفس بتاعي عشان اللي يبدا الجهاز العصبي المركزي يهدى، عشان اللوزه المخيه تبدا بشكل وباثر تتابعي انها تهدى هي كمان. فتمارين النفس بسيطه جدا. انا باجي لمده 3 دقائق لخمس دقائق، ببدا اخد نفس في مده 4 ثواني، باخد شهيق، وبعد كده بطلع النفس دوت في 6 ثواني، في 8 ثواني، ببطء يعني. خلاص. طيب، هل في حاجه تانية؟ طبعا في. الجراوندنج. يعني ايه جراوندنج؟ انا دلوقتي مخي هو عايز يسوقني، مخي هو عايز يتحكم فيا. الهرمونات وكل الاعصاب بتاعت جسمي مشدوده، وهي بتقول لي يلا اجري. انا عايز اطلع جسمي ده من حاله الانذار اللي هو فيها وارجعه لحاله الواقع. اقول له لا، استنى استنى استنى، الحياه مش كده، الحياه مش جري، الحياه مش خوف، اصبر. اعمل حاجه اسمها جراوندنج، الا وهي التسميه. وانا قاعد في المكان اللي انا فيه ده، ابدا اسمي الحاجات اللي انا فيها، الحاجات اللي حاسسها، الحاجات اللي شاممها، الحاجات اللي شايفها. انا قاعد، لا ده علم ودي حيطه وانا حاسس بالجو كذا وحاسس بكذا. ابدا ارجع نفسي للواقع. عندي 5 حواس. اذا فطريقه التسميه اللي هي 1 2 3 4 5 هي ال5 حواس بتوعنا. كل حاسه احاول اشغلها شويه، واستنى واستنى على كده مثلا 3 دقائق 5 دقائق، وافضل في الحال ده لحد ما يبدا المخ يفهم ان جهاز الانذار ده مش هو اللي بيحركني، لا انا لسه في الواقع، انا لسه الامور مستتبه. رقم 4 هو ان انا ابدا اعرض وشي لميه بارده او لحتى كمادات ساقعه لمده 20 30 ثانيه. ده بيعمل ايه؟ ده بيبدا يحفز الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، يبدا يخلي العصب الحائر نشاط ويهدى شويه. العصب الحائر ده بيبدا يوجه جسمي، انت في انهي وضع؟ عايز تهرب هخليك تهرب، عايز ترتاح هخليك ترتاح، عشان كده هو حائر، ملوش قاعده ثابته. خلاص. فلما اعرض وشي او اخش اغسل وشي، انا في موقف صعب وقلت انا هقوم اغسل وشي يا جماعه بعد اذنكم، رحت غاسل وشي بميه بارده كده وافضل في الحمام 20 ثانيه 30 ثانيه، او اجيب كمادات ساقعه احطها على وشي. ده بالتالي هيخلي ان انا احس بالهدوء، وشويه هيحل معايا مؤقتا في قصه التوتر. رقم 5 النهارده واخر حاجه اتكلم فيها هي اعاده التقييم المعرفي. ايه الكلام الكبير ده؟ يعني اقيم الوضع، اقيم اللي انا فيه. انا دلوقتي بتكلم عن الحاجه اللي موتراني. انا هعمل حاجه اسمها كوجنيتيف ريابريزل، انا عايز اقيمها، اعيد تسميتها. هو اللي انا فيه ده ملوش حل؟ طب اللي انا فيه ده له حلول تانية؟ طب اللي انا فيه ده انا فيه ليه؟ الموقف دوت هو ايه؟ طب هو اخره كده؟ طب ايه مستوى الخطر اللي ممكن يجي منه؟ طب انا دلوقتي لو ما فيش حل، هل ما فيش حل خالص؟ هل مش ممكن لما ارجع لوحدي كده اقعد افكر شويه فاشوف الموضوع من اتجاه تاني؟
ده بيخلي ان انا ما امشيش ورا مخي اللي هو عايزني اجري او اهرب او احارب او اضرب او اغضب. هو عايز يحطني في الوضع ده بتغيراته البيولوجيه في المخ وبتغيراته الهرمونيه اللي هو حطني فيها. انا اللي بتحكم فيه، انا اللي بقول له لا اصبر اصبر، انا هعيد لك تسميه الامور، الموضوع خطورته مش مستاهله، الموضوع له جوانب تانية وحلول تانية. هنكتفي بده، وان شاء الله في نقط تانية مهمه نكملها في الفيديو الجاي.